لا لا بلا سامح. انا هختار الاسم، انا عمها. انا عمتها. خناقة كبيرة بين جنى مقداد وعصام مقداد على اسم ابن أو بنت وليد ونور. السلام عليكم ورحمة الله. وبعدما أعلنت عائلة مقداد عن خبر حمل نور والعائلة كلها في حالة فرح شديد، وكل يوم يقوموا باختيار أسماء عديدة لابن أو بنت الوليد ونور. وبنت يا سارة يا جنى. يا جنى. فكان من ضمن أسماء البنات التي قامت باختيارها جنى لبنت الوليد ونور اسم سارة أو اسم جنى. أيضا من ضمن أسماء الأولاد التي قام عصوم باختيارها هو اسم عصومي لابنهم في حالة إذا كان المولود ولد. لكن في حقيقة الأمر هذه الاختيارات للأسماء لا تمثل أبدا رأي الوليد ونور، فالوليد ونور قاموا باختيار اسم خالد للمولود الولد. أما إذا كانت بنت فإلى الآن لم يتم اختيار أو تحديد اسم معين إذا كانت المولودة بنت. متابعينا، وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ارجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.